أو السكر بانواعه. قداش كيلو السكر؟ هاو كيلو السكر ب5 دراهم، ال10 دراهم ب1 معناتها ب1500. البنان البنان منين هذا يا سيدي؟ البنين هذا من كوستاريكا. اوكي كوستاريكا. قداش السوبر تاعو؟ 16 درهم، 1.60 1.60. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك اخوان في فيديو جديد. في الفيديو غنشاهدوا فيه واحد التونسي كيدور في الاسواق المغربيه، كيدور اخوان في سوق مرجان، وتصدم الاخوان بالثروات والخيرات اللي كاينين والموجودين تبارك الله. وتيقول لك كلشي موجود، الطحين، الحليب، السكر، اللحم، الدجاج، الخضار، الديسير، كلشي الاخوان موجود. ما كايناش شي حاجه ما كطيح لي في بالو ما كيلقاش، ما كايناش الاخوان، بالعكس لقى شي حوايج اول مره كنشوفهم. تيقول واش هذا هو المغرب؟ تيقول عليه جيعانين، واش هما اللي عايشين في الجوع؟ هذا راه عندهم السوق ديالهم احسن ديال برا. راه السوق ديالو منظم وخاوي وكلشي واكل وشارب، وما كاينش ديك الحقه ديال الصف وداك الطوابير وداك، لا كلشي واكل شارب والخير تبارك الله موجود وصايد. المهم اخوان ما نطولش عليكم اكثر من هكا، ما تنساوش تعملوا بواحد اللايك، تشتركوا في القناه، تنشروا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، نشاهدوا الفيديو مجموعين ونتلاقاو في الاخر الفيديو. أو السكر بانواعه. قداش كيلو السكر؟ هاو كيلو السكر ب5 دراهم، ال10 دراهم ب1 معناتها ب1500 دينار و500 السكر. انواع واش كان هزها ب2 كيلو، كيلو النمر اصفر ازرق شحب. هذوما كل انواع السكر الاخر ديجا تاع الشقنيس هذاك الجو الاخر تعرفه. هاكا تحبوا بالساشيات، تحبوا بالباكوات، تحب اللي تحب عليه. هاكا انواع السكر الكل موجود. تحبوا قوالب؟ اوكي قوالب. راك هامور نشوفوا الروز الاحضر. الروز يا سيدي. والروز الروز بقداش؟ 2 يورو 22 درهم، يعني 2 يورو 2 يورو. الروز موجود، لا فما شيء. ما حكيتش. ب 3 كيلو ديجا موجود. والانواع واش كاين؟ كولورات هاي الفارين. هاي الفارين موجود. هاي الفارين 28 درهم. 28 درهم يعني 2 يورو 80. 5 كيلو فاغين. 5 كيلو. ال5 كيلو ب 2 يورو. واضح؟ هذيك ب 2 يورو، هذه ب 2 يورو 50، هذه ب 5 يورو 50. معناتها انواع دلل. الشعب شيخ. انا الزيوت هاكا ما غادي كل شيء بريقل. مش عادش واحد يكذب عليكم ويقول لك ازمه عالميه واقتصاديه والريق بارد. مشاهدي قناة زوم مغربية، السلام عليكم ورحمة الله. كيف شفتوا في بداية هذا الفيديو مقطع من فيديوهات بارطاجها أو صورها مواطن تونسي كيدوز السياحة في المغرب، فهبط لكازا وكيتسارى ودخل المروكو مول ودخل المرجان وشاف وبدا كيصور اولا السكر والفواكه والخضار والوفرة الحمد لله والأثمنة. من خلال تصفح لهذه الفيديوهات ديالو السيد كيبين لدعاة الأزمة اللي كيقول لك على أن المغرب فيه الأزمة والمديونية طالعة والمغرب يتخبط وكذا، خصوصا بعض الكراغلة الحاقدين على المغرب اللي كيقول لك أن المغرب فيه الأزمة لا، السيد كيصور وكيقول لهم على أن المغرب الحمد لله فيه المنتوجات وفرة وكيعطي الأثمنة، واخا أثمنة في مرجان شوية غالية مقارنة مع الأسواق الخارجية، ولكن كيبين لهم بعدا الحمد لله على أن كاع المنتوجات كاينة في المغرب. يعني الحمد لله المغاربة ما حاصلينش في وفرة المنتوجات في الأكل عكس دول أخرى أو شبه دول اللي كدير الطوابير من أجل الحليب والزيت والسميد وما جاور ذلك. بانوغو نوغو 300. هاي هذا بعد ترى كل شيء. البطيخ غالي ب 5000 5 يورو، لا ب 5 دراهم. 5 دراهم يعني نص يورو. 10 يورو يا درهم. هاي سيدي البنان. هاي البنان منين هذا يا سيدي؟ البنين هذا من كوستاريكا. اوكي كوستاريكا. قداش السوبر تاعو؟ 16 درهم، 1.60 1.60. هاي سيدي. هاو مانجا ب1 يورو. مانجا ب1 يورو. البرقوق جوهم هذا يطيبوه بالطاجين وكذا. انا راسه هذا البرقوق الاصفر، هذا المصدر، هذا 2 يورو. افوكات ب 2 يورو نفسه. هاي الافوكات 1 يورو 600 1 يورو 6.
جوز الهند، غازان بلون ما شاء الله، هوز كعبة ما شاء الله، 10 كعبة هذه غازان بلون ديجا ب1 اورو 6. الكيوي هو غالي 5 اورو، 5 اورو 6. الباباي هذا قلب عليه باش عرفت هذا الباباي، لا مش باباي هذا دراكون 9 اورو، هذا امبورتيو ديجا من المصدر نتاعو دراكون المغرب، لا من هنا من المغرب. هذا الباباي، هذا الباباي 2 اورو 600. وهذا الشيء اللي كاين اخوان في هذا الفيديو هذا بصراحه يعني تبارك الله الخير موجود، الخير موجود، والسوق تبارك الله ماشي خواش، مرجان راه ماشي خواش، كارفور راه ماشي خواش، الاسواق الشعبيه راه ما كيخواوش، انما كاين زعما ديك اللعب ديال حق اللعبه ما يبقاش هذا الصف ولا حق السلعه سالات، يعني خاصك تجي لها بكري، لا واش ما جيتي الحمد لله الخير كاين، واش ما جيتي اللحم دجاج بيض طحين سكر زيت حليب اي حاجه اي حاجه اي حاجه، الديسير كامل كاين، الخضر كاملين كاينين، اي حاجه بغيتيها كاينه الحمد لله تبارك الله، في مرجان في الاسواق الشعبيه في كارفور، ماشي زعما تنقول حق مرجان حيت سوق كبير في الاسواق الشعبيه اي حاجه بغيتيها كاينه، حتى عند موالي الحانوت اي حاجه بغيتيها كاينه، ما كاين الحمد لله الاخوان، الحمد لله الحمد لله بعد على هذه النعمه هذه. وثاني حاجه راه ما كاين لا صف لا زحام لا خطيف لا هذا لا غوات لا والو، كلشي منظم، كلشي واكل شارب، السلعه الخير موجود تبارك الله، بد ما كاينش كاع ما كيبانش كاع حدا ديك السلعه، بقوت ما كيهز كيمشي ما كيبقاش واقف يتسنى ولا يتزاحم، لا كيمشي في البلاصه ما كتبانش كاع حتى السلعه ناقصه تبارك الله، الخير موجود الحمد لله. اخوان نشكروا ربنا على الثروات، هذا الخير تبارك الله الحمد لله، هذه اول حاجه. والحمد لله الحمد لله الحمد لله الاخوان، حنا ماشي بحال شي ناس هوك، يعني الاخوان السوق منظم، ما كاين لا زحام لا والو، اي واحد كيجي الاخوان تيتفاجئ بهذه القضيه ديال الثروات تبارك الله اللي عندنا، ما كيتوقعش بلا راه المغرب داير بحال هكا، تحدهم حق الجوع، المغاربه جيعانين، المغاربه حكا تيتخاطفوا لا صاحبي خلي عند الناس ديال هوك، حنا الحمد لله كلشي موجود، الخير موجود، واكلين شاربين مرتاحين الحمد لله، الحمد لله وشاكرين له، اي حاجه بغيتيها غتمشي تلقاها، طحين كاين، زيت كاين، حليب كاين، سكر كاين، كلشي بغيتيه كاين، اللحم كاين، دجاج كاين، حوت كاين، انواع د الحوت، اللحم البقري الغنمي المعزي اللي بغيتي، الدجاج البلدي الرومي اللي بغيتي، البيض كلشي. المهم الاخوان الحمد لله ونشكروا على هذه النعمه هذه، فاش كتكون عندك شي نعمه راسك تحمد الله وتشكره باش الله يبارك لك فيها ويعطيك ويزيدك الحمد لله، وما نحسدوا وما نحقدوا. هادشي اللي يكون اخوان في هذا الفيديو هذا، خلي اخوان راي ديالكم تحت في التعاليق، شنو بان لكم في هذا ديال التونسي، وبصراحه انا ما عرفتش جاني شحال حيت تفاجئ، ما عرفتش الاسواق التونسيه كي غيكونوا، واش زعما تما كيقرابين من الاسواق الجزائريه اللي فيهم الزحام والطوابير وداك الشيء، ولا صافي ولا هما شويه فهمتي نقولوا صافا، يعني الحمد لله بخير بشويه مزيان كلشي هو هذاك، ما عرفتش بصراحه، انا عمري بصراحه يا اخوان شفت شي سوق تونسي ولا شي سوق جزائري كلشي شافوا ديك الفضيحه وديك الشو كلشي شافوا الاخوان، ولكن سوق تونسي اخوان بصراحه عمري شفت، اللي عنده شي فكره يخلينا اخوان تحت في التعاليق، والحمد لله نعاودوا نقولوها اولا وثانيا وثالثا. نلقاو اخوان في فيديو جاي ان شاء الله، تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم.